مع حضراتكم من محافظة الشرقية. يمكن خلال الساعات الماضية تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة بتستغيث لعلاج ابنها اسمه محمد في تانية ثانوي. من حوالي شهرين كان بصحبة زمايله في أعلى عقار مكون من 12 طابق، وأثناء تواجدهم على العقار ده محمد سقط من الطابق الثاني عشر للطابق الأرضي. يعني حياة محمد تحولت من شاب عنده طموح وأحلام عايز ان هو يحققها وقدامه لسه مستقبل كبير، اتغيرت بطريقة يعني اتقلبت 180 درجة. ده غير طبعا الحياة الصعبة اللي أسرته بتعيش فيها أو بتعانيها نتيجة مكوسه داخل المستشفى منذ الشهرين دول وهو في العناية المركزة. هنسمع دلوقتي تفاصيل أكتر من والدة محمد ونعرف إيه هي طلباتها مع حضراتكم. أهلا بحضرتك معانا. قولي لنا كده تفاصيل اللي حصلت لمحمد من البداية. أنا كنت مسافرة السعودية بعمل عمرة، وبعدين لقيتهم بيقولوا لنا ورايا، بيقولوا لي تعالي. استأذنك ممكن تعالي الصوت عشان بيقولوا لي تعالي عشان محمد عمل حادثة. فأنا جيت نزلت من السعودية، حجزت ونزلت من السعودية. جيت لقيت محمد في قصر الحياة، مستشفى قصر الحياة. محمد في حالة حرجة دلوقتي. محمد جاله شلل كامل، محمد جاله شلل كامل في جسمه كله. محمد صوابع ايدين تنت وصوابع رجلين تنت، بيقولوا خلايا المخ ماتت. فبقى انا يعني ابني عريس وبالشكل دوت، انا اعمل ايه؟ انا لما اشوف ابني بالشكل دوت انا اعمل ايه؟ انا ابني دلوقتي بين الحياه والموت. ابني قالوا الدكاتره لو عدى عليه 3 شهور وهو لسه نايم النومه ديت، ابني لا بيتحرك ولا بيتكلم ولا عارف حد، حتى يعني هو النفس هو اللي بياخده. ابني بيتعمل له معمول له انبوبه شرجيه عشان يعمل حمام. ابني بياكل بانبوبه في مناخيره. ابني حالته متبهدله. فانا بناشد الدنيا كلها اقفوا جنبي، اقفوا جنب عايزه ابني يسافر بره. ارجوك انا عايزه ابني يسافر يتعالج بره. دلوقتي الكل بيقول لي، الدكاتره بيقولوا خديه، بعد ما بعت كل اللي حواليا، بعت كل حاجه. وانا كنت شغاله في الضرايب العقاريه، انا بعت كل حاجه حواليا، بعت كل حاجه. خدمت هناك 35 سنه في الضرايب العقاريه، طلعت بكل امانه وبكل شرف. دلوقتي انا بناشد الدنيا كلها تقف جنبي. عايزه ابني يسافر بره، عايزه ابني يتعالج بره. انا ست دلوقتي مسنه، عندي 63 سنه. اخد ابني اعمل بيه ايه؟ اخد ابني وهو بالحاله ديت ادخله الحمام ازاي؟ اكله ازاي بانبوبه؟ اشيله ازاي؟ احطه ازاي وانا لوحدي؟ بناشدكم كلكم اقفوا جنبي، ارجوكم اقفوا جنبي. وعايزه ابني يسافر بره يتعالج. ابني كان له طموح كتيره، ابني واد محترم، ابني واد كويس. انا مش عارفه اقول ايه. ارجوكم ابني انقذوني. يعني ممكن تقولي لنا تفاصيل اكتر عن الحادثه؟ هو اتصل بيا وانا في السعوديه، قال لي يا ماما انا زمايلي جايبين فراخ وهنشوي فوق عند برج الهجرس، في برج بتاع واحد زميل. وقفوا يشووا فواحد يعني 3 اولاد كلامهم مختلف عن بعض، واحد يقول كلمه واحد يقول كلمه. ايه اللي حصل يا اولاد؟ ما حدش افادني. قالوا هو وقع من كام؟ وقع من واحد يقول ال 12، واحد يقول من فوق السطح، واحد يقول من الرابع بتاع الاسعاف. وهو جاي ياخده اصلا. بنتي بتقول يا ماما بيقول دي وقعه كبيره، هو واقع من ال 12. قالوا لي واقع من ال 12 بعد كده. فانا مش عارفه، انا عايزه ابني يسافر بره. انا بناشد وزير الصحه، بناشد الدنيا كلها ابني يطلع بره. ايه اللي تم مع محمد من اول ما بدأ ان هو يدخل المستشفى؟ الاجراءات العلاج يعني كانت تمت معاه ازاي لحد ايه دلوقتي؟ طبعا خدوا
محمد عنده محمد دلوقتي كان في كسور على بتاع القفص الصدري، كان في خدوش في الرئه، كان في نزيف على المخ وقدروا يوقفوه. يعني محمد استنزف كل قرش معايا، كل قرش معايا. المستشفى الخاصه علاجها غالي جدا وانا ما كنتش قادره. يعني ودلوقتي بيقولوا له خديه، اخده بالشكل ده، اخد ابني جاله التهاب رئوي كمان من العنايه. اقول للدكتور ليه؟ يقول لي هي العنايه بتبقى كده، يعني هو كمان ياخد كمان التهاب رئوي كمان، وعلاج بقد كده، والدكتور اللي بيجي ياخده بياخد قد كده، بيجي يشوفه بياخد قد كده. فانقذوني ارجوكم، انا عايزه ابني، انا عايزه عكازي، هو ده عكاز اللي هتسند عليه. ارجوكم، ابني عريس حلو، طموحاته كتيره، انا كل ما باب الشقه بيتفتح بحس ان هو اللي داخل عليا. ارجوكم، انا بناشد الدنيا كلها، انقذوا ابني ارجوكم، عايزه ابني يسافر بره يتعالج. يعني هو في المستشفى داخل العناية المركزة بقاله شهرين من وقت الحادث. بقاله شهرين، هم قالوا لو قعد 3 شهور هتفضل الحالة على كده. طيب حالته يعني سمحت ان هو مثلا يتكلم معاكم؟ لا ما بيتكلمش، هو في غيبوبة تامة. يعني في غيبوبة تامة منومة. في غيبوبة تامة، ما تكلمتوش معاه خالص ولا بيتكلم، هو بيبص زي الطفل الصغير كده وخلاص. ولا عرفنا ولا احنا مش عارفة. طيب الدكاترة آخر كلام قالوا لكم إيه؟ قالوا لنا خديه خلاص، احنا خلاص كده خلاص. قالوا لك خديه؟ كده خلاص. اخده وانا ست مسنة، اعمل ايه؟ ادخله الحمام ولا اعمل له اكل في انبوبة، ولا اعمل لابني اشيله واحطه، ولا اعمل ايه؟ انا بناشدكم كلكم، انا بناشد وزير الصحة، بناشد الدنيا كلها تقف جنبي، اقفوا جنب ام. حضرتك بتقول ان هو عنده ضمور؟ عنده ضمور في جسمه كله. ايوه. طيب قولي لي كده، يعني مش حاولتي مثلا ان انت تخرجي من المستشفى توديه مكان تاني او كده ولا؟ اخرجه اوديه فين؟ وهو بالحاله ديت اوديه فين؟ انا ما عادش معايا جنيه. انا عايزه اطلع ابني بره. يعني انا اقصد ان تطلعيه من المستشفى الخاصه توديه مستشفى مثلا تانية او كده، ولا حضرتك قلقانه عليه ان هو مثلا يروح مستشفى تانية؟ انا عايزه ابني، قالوا في علاج بره في المانيا. فارجوكوا يعني اللي سمعتيه من الدكاتره قالوا لك ان في علاج ليه في المانيا. في حقنه بتنشط خلايا المخ تاني. طب قالوا لك خلايا المخ عنده ماتت. قالوا لك العلاج بره ده ممكن يتكلف قد ايه مثلا؟ انا ما حدش قال لي سعر، انا ما حدش قال لي اسعار. مش قالوا لك اسعار، بس قالوا لك العلاج موجود في المانيا. ايوه. بس طبعا الحاله الماديه بعد المصاريف في شهرين في مستشفى خاصه، يعني ما بقاش في مقدره ماديه. ما عادش معايا حاجه. انا كان معايا ده، بعت كل حاجه، ببيع دلوقتي فرش بيتي. فانا بناشد الدنيا كلها، اقفوا جنبي، اقفوا جنب ام، ارجوكوا.